انك تبقى عارف عيوبك وقادر تسيطر عليها، ده في حد ذاته انجاز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسلام اسامه وانت تتفرج على قناه فهمني. فكره القناه ان انا اقرا كتاب وافهمه بحيث ان اوصل لك تجربه اشخاص وصلوا لمكانه معينه وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق. لو حابب تستفاد اشترك في القناه. الجزء الثاني يا صديقي من حلقتنا اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها عن اصحاب المهن الحره وصفاتهم ايه وازاي انتقل من عقليه الاي لعقليه الاس، وده بيحصل عن طريق انك انت بتغير تفكيرك. فلو ما شفتهاش انصحك انك ترجع تشوف الحلقه قبل ما تكمل معايا، ولو شفتها فتعالى نعرف ايه العيوب اللي بتواجههم وازاي في اشخاص قدرت تسيطر على العيوب ديت وتنتقل للمرحله الثالثه عقليه البي، اصحاب الشركات، واللي هنسردها في حلقه قادمه باذن الله. فحضر بقى كوب قهوه وصلى على النبي وندخل في المفيد. تفتكر ايه العيوب اللي بتقابل اصحاب المهن الحره؟ وقبل ما اجاوبك على السؤال في قصه حابب اشاركك فيها. في شخص قابلته كان من الاشخاص اللي عندهم مشاريعهم الخاصه، وبداها ان هو كان عامل في شركه تصنيع اكياس بلاستيكيه، وفي خلال الفتره اللي هو اشتغل فيها قدر يفهم الشغلانه ويدخل المبيعات ويكون علاقات مع الموردين والعملاء. وبيحكي لي ان بعد 5 سنين قدر يفتح مصنع ليه، ودلوقتي بسم الله ما شاء الله ربنا فتح عليه. بس المشكله اللي عنده ان هو ما زال بيعتمد على نفسه، وركز فيها لانها من ضمن العيوب اللي هقولها لك وهتكتشفها بنفسك. نرجع بقى لسؤالنا فاكره، واللي هي ايه العيوب اللي في اصحاب المهن الحره؟ ومن ضمن العيوب يا صديقي ان هو ما بيقدرش يعتمد على غيره. وهل دي مشكله؟ ايوه مشكله، وبقولها لك لو ما قدرتش تعتمد على غيرك مش هتكبر ولا هتوصل لعقليه اصحاب الشركات. وهنروح بعيد ليه؟ ماكدونالدز. هل شفت فيها ان مالك ماكدونالدز هو اللي بيشتغل بايده او بيدير سلسله المطاعم؟ لا طبعا، هو جايب ناس اذكى منه بيديروا وبيتابعوا التطورات اللي بتحصل على مستوى العالم. فلو عاوز تنجح لازم تعتمد على اللي اذكى منك، واذكى منك ديت يعني عنده خبرات وتجارب وعنده معرفه ماليه يقدر ينجح اي مؤسسه. وده ياخدنا لنقطه مهمه وهو انعدام الثقه في اللي حواليه. في تفكير سائد ما بيننا، انا لما اعلم حد ممكن ياخد مني الشغلانه، فالافضل اني ما ادلوش كل حاجه عندي، لان لما اعلمك هوب هتسيبني وهتنافسني، وده سهل جدا لان المنشاه بتاعتي لسه صغيره وممكن اي حد ينافسني. وعشان ما تقعش في الفخ ده لازم يتغير الفكر وتحاول تعتمد على غيرك وتكبر المنشاه عشان تتحول من منشاه لشركه. والنقطه الثالثه والاخيره يا صديقي، فالمعظم منهم بيواجه المخاطر بشكل مستمر، وده بيتلخص في اني لو ما اشتغلتش مفيش دخل هيدخل، ولو اشتغلت ففي دخل هيدخل ودخل كبير. وده بخلاف البي صاحب الشركه، مش شرط يشتغل في غيره بيشتغلوا وبيديروا ويدخلوا له فلوس. وده يوجهنا لنقطه مهمه جدا، بيقولك ان كل سنه في من كل 10 مشاريع 9 بيفشلوا وواحد بس هو اللي بيكمل. وبعد 3 سنين في من كل 10 مشاريع 9 بيفشلوا وواحد بس هو اللي بيكمل. وبعد 10 سنين في من كل 10 9 بيفشلوا وواحد بس هو اللي بيكمل. وده مش كلامي، ده كلام روبرت كيوساكي، وده بنشوفه في البنوك لما بيجي حد يقدم على قرض لازم يكون مر على المشروع ده 3 سنين، وده يخليك تركز في كل خطوه طالما هتبدا عشان ما تقعش. والسبب يا صديقي بيرجع ل3 حاجات، وهو النفس القصير والخبره والسيوله. النفس القصير انك مش قادر تكمل، خلاص اهلكت جسديا وما شغلتش ناس افضل منك تشتغل مكانك وانت بقى تتفرغ للتخطيط والاشراف. والخبره انك مش دارس الموضوع كويس قبل ما تدخله مع اول مطب اهو. اما السيوله فانك دايما عامل حسابك وبتدير فلوسك بالشكل المطلوب. وفي حاجه بخصوص السيوله عاوز اقول لك عليها. كنت راكب في مره اوبر والشخص اللي كان سايق بيا من ضمن الدردشه مع بعض قال انا كنت صاحب شركه وفي اخر المطاف خسر وقفل الشركه، والسبب ان هو كان محدد لنفسه مصروفات معينه كل شهر، يعني كان محدد لنفسه مصاريف حوالي 100,000 جنيه شهريا. ولما الشركه تعرضت لخساره وقلت ربحها ايام كورونا فكان لازم يقلل مصروفاته ويواكب الظروف ديت، ومع ذلك ما قللش مصروفاته بل زادت مع انه محتاج سيوله. وده خلى في النهايه ان المشروع يخسر ويقفل. وبكده احنا اتكلمنا عن صفات اصحاب المهن الحره وايه الفرق ما بين عقليتهم وعقليه الموظف، وازاي اتنقل من عقليه الاي لعقليه الاس، وايه هي عقليه الاس عشان اقدر اسيطر على العيوب ديت واقدر احقق اللي انا عاوزه. ومن هنا وصلنا لنهايه حلقتنا، ونصيحه ما تفوتش الحلقه اللي جايه لانها شيقه جدا جدا وهتفهم منها حاجات كتيره، وهننتقل فيها للفئه بي عقليه اصحاب الشركات وايه هي العقبات اللي بتواجههم. متشوق جدا اشوفك في الحلقه اللي جايه، وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه لعلك تنتفع بها وتفيد غيرك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.